من اليوم نقولك حذفي لي عليك جميع وصفات المطلع والخبز اللي عندك من قبل وجربي لي هذه بدون دلك، بدون تعب، بدون قوة اختمار، بلا ميكسار وبلا أشوار. خلطيه وطيبيه في وقفة وانتيا محضرتيه. شوفوا لي النتيجة راهي أمامكم، منفخ أخف من القطن، خفيف ريشة وخلاص. كنت رافقته ثانا مع مرقة مرقاز. بزاف يطلبوا مني طريقتي في تحضير المرقاز، يعني رائعة صح فعلا تستحق التجربة. وصفة حصرية لأول مرة على المواقع. رايحة نتخلصوا من الدهون هذيك الزايدة في المرقاز، طريقتي باش نتخلصوا منها وما يجيش كامل يقهم ولا يرد لك، هذيك تبقاي تحسي بالوقو تاعو في فمك نهار تاكلي المرقاز هذا. لا قد ما تاكلي منه ما تشبعيش منه خلاص. جايم كبيره مليحه كيما نتوما لا فيديو هكا باش تشجعوني نستمر نجيب لكم المزيد والجديد باذن الله. نروح نشوف مع بعضنا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله. في اناء هنايا رايحه نحتاج كاس تاع الماء اللي يكون دافي مع كاس تاع الحليب دافي. رايحه ندير عليهم ملعقتين ممسوحتين من الخميرة. نتوما إذا راح تقسموا المقادير ديروا خليط بين الماء والحليب كاس واحد وملعقة واحدة تاع الخميرة وملعقة السكر. أنا ضاعفت الكمية هكا خرجت لي 14 حبة. تجيبوا لي عليهم شوفوا درت زوج خميرة وزوج سكر و14 ملعقة 14 مغرف سميد الناعم الفين هذا كامل. تبعوا فقط الطريقة البنات هكا باش كيف قلت لكم تنجحوا فيها. 14 ملعقة بالملعقة تحسبيها لي. تقسمي المقادير ديري لي 7 ملاعق. من بعد المقادير في صندوق الوصف تلقاوهم مكتوبين يعني مقسومين تاع كاس واحد تاع السوائل وملعقة خميرة وملعقة سكر. خلاص هنايا كملت 14 ملعقة تاع سميد. نخلطهم مليح غير بالفوي ولا بالفرشيطة. المهم نحسوا باللي ولا الخليط ناعم ذاب هذاك السكر وهذيك الخميرة مع السميد. نغطيهم ونخليهم يضاعف الحجم تاعهم. ناخذات لي ربع ساعة سورتو كي يعود الحال بارد. نجيب الملح ونجيب عليها هنايا البنات زوج مغارف تاع الزيت غير باش ما يجينيش مطاطي لا اكثر، باش ما يجينيش يتكسل يجينا خفيف فقط. ونجيب عليها هنايا الفارينه. رايحه نبدا نضيف الفارينه. مع الاول ضفت زوج كيسان ونبدا نخلط. احنا ثاني البنات راح نخلط برك بدون عجن ولا دلك، غير نجمعوا العجينه تاعنا. قبل ملي تضيفوا زوج كيسان هذوك خلطوا العجينه حتى تحصلوا عليها ناعمه بهذا الشكل. خلطوا باش تمدوا الوقت للفرينه تتشرب هذوك السوائل. اللي تقولي علاه درتي فيه الحليب يجي خفيف. حبيتي ما ديريش الحليب ولا كاين اللي يعانيوا من الحساسيه من الحليب يقدروا يديروا غير الماء بوحده. ونجيب هنايا نبقى نضيف في الفرينه الكاس الثالث. ضفته بالتدريج. لازم نتحصل على عجينه طريه تلتصق، سينو مش رايح يتنفخ معاك من بعد. انا ضفت الكاس الثالث كامل ومن بعد جبت واحد النص كاس واحد اخر ديس منه شويه برك، يعني 3 كؤوس وربع للعجينه. بصح نتوما كل واحده على حساب نوعيه الفرينه وتسميد اللي دارتها. ديري لي الكاس الثالث تبداي تضيفيه بالتدريج كيما انا بعد. ما تضيفيش دفعه واحده قادره تاخذ لك غير 3 كؤوس. شوفوا لي قوامه العجينه اللي نتحصل عليه تلتصق في اليد. ما تنظفلكش اليد تاعك وكي تقيسي بيدك المضيفه الثانيه تبقى تلتصق. نغطيها. وهذا هو الكاس الثاني كيف قلت لكم نص كاس هذاك اللي جبته واش بقى لي منه. غطيتها وخليتها تختمر ونروحوا نحضروا المرقاز. شوفوا البنات ابن واروع وصفه ممكن تحضروها تاع المرقاز. انا هنا كانت عندي كونتيتي يعني كبيره، تقدروا ديروا اكيد الكميه على حساب افراد العائله ولا مناسبه عندك. رايحه بدون اضافه لا زيت لا ماء. تقليلي هذاك المرقاز واحد ل5 دقائق على نار اللي تكون قويه خلاص. من بعد كي يطلق الزيت تاعو كيما هكا البنات كيما شفتوه طلق الزيت تاعو. ضربت هنايا 4 حبات طماطم، كميه تاع طماطم ضربتهم في الاشوار وجبت عليهم الملح 5 سنات تاع الملح. عندي كمون وعندي توابل المرقاز. ما عندكش ديري راس الحانوت وكزبر ولا زيدي هكا توابل. فلفل احمر حلو، هريسه وطماطم. وهذا هم فقط التوابل اللي راح نستعملهم. اتونسيون من الملح، ما تحطوش كامل الملح في المرقاز. جامي ندير له الملح لانه هو بوحده راه فيه نسبه تاع الملوحه. ما زيدوش ديروا الملح لانه راح يتجمر ويدير راح تجيكم مالحه.
وريقة تاع الرند اختيارية لكن نحبها بزاف فيه. تقدروا حتى طيشوا شوية تاع الزيتون يكون مغلي أكيد من قبل، ونضيف له نص كاس تاع الماء. نص كاس تاع الماء البنات، تبعوا معايا مليح فقط هنايا في هذه المرحلة. نغطيهم ونخليه حتى ينشف كليا. واش نلقى هنا؟ نطفي عليه، لازم نطفيو عليه. كي تطفيو عليه واش يصرى؟ يطلع لنا الزيت هذاك تاعو الفوق، لانه الماء يطلق يخرج الزيت. اذا ما درتولوش الماء مش راح يخرج لكم الزيت. ونجي هنايا نصفيه كامل. طفيو النار اكيد، هذه الخطوه لازم تكون النار طافيه باش تركح لكم المرقه، يطلع الزيت تاعك. صفيته مليح مليح بهذا الشكل حتى تخلصت من الدهون كليا. مازال ما كملناش اكيد، تبعوا المرحله المواليه. شفتوا هذيك الكميه تاع الدهون يعني بزاف، خلاص تخلصت منها هنايا خلاص. شوفوا لي قداش نحيت منها. من بعد واش ندير؟ نزيد نضيف عليه كاس الا ربع تاع الماء، ونغطيها وشعلت عليها وخليتها تغلي 10 دقائق. تحصلت عليها بهذا الشكل على النار اللي تكون ناقصه خلا خلا، وتحصلوا على اروع مرقه مرقاز بلا صوص تاعها. البنات هذه ما تقهمش كامل، ما يعاودش يطلق لكم هكا تبقاو اشاك فوا تحسوا بلوغوت المرقاز بلي راكم كليتو مرقاز. هذا لا، روعه روعه. وخلاص جربوها على طريقتي ورجعوا لي رايكم في التعليقات. ونجي هنايا للعجينه، لقيتها اختمرت حوالي 20 دقيقه. لقيتها طلعت خلاص، ديغازيتها 100%. ديغازيوها ديما المطلوع، ديغازيوها 100%. ونجيب هنايا السميد هذاك الرقيق اللي كنت خدمت به في الاول. نجيب العجينه ورايحه نقسمها. شوفوا نتم الشكل، تتحكموا فيه كيف ما حبيتوا. الحجم ثاني تحكموا فيه كيف ما حبيتوا. انا راح البنات قسمتها هنايا على 14 كريه. هذا العجينه كامله اللي عندي قسمتها 14. نتوما تحبوا ديروهم صغار على هكا ديروهم، حبيتوا ديروهم كبار ولا خبزات طولة المطلوع عادي كبار اكيد تقدروا ديروهم كذلك. نجي هنايا لوزتهم مليح، لوزوهم مليح وغلقوهم مليح باش من بعد ما يسفلقوا لكمش كي تعودوا تطيبوا فيه. خليتهم ريحوا حوالي 5 دقائق لا اكثر. من بعد بديت باللولة اللي كنت فتحتها. اللولة اللي كنت فتحتها كامل هي اللي رايحة نبدأ نخدم بيها. ما تخليهمش حتى يضاعف الحجم تاعهم، وهذا هو سر نجاح تاع هذا الخبز معانا ولا المطلوع البنات. خليوه غير شويه يروبوزي باش يمدلكم الطوع برك. من بعد جيت هنايا بديت نقرص فيه، نعاون روحي بالسميد هذاك الرقيق غير بشويه، رشات خفاف برك. ونحلها. تحلوها بسمك 2 مليمتر رقيقه، يعني ما تخليوهاش خشينه طول باش ما تجيكمش معجنه لداخل وتتنفخ معاك. حتى كي ديروهم خبزات مدورين ديروهم لي بنفس الطريقه. شوفوا لي السمك تاعهم راح نوريه لكم هنايا. ونحطها بجيه. انا البنات كملتهم كاملين، يعني كملتهم كل خلاص. كي عدت في النص تاعهم رحت شعلت النار على المقلاة تاعي. النار ديروها في الاول غير اقل من المتوسطه. تبعوا معايا هذه الخطوه لانها ضروريه حتى تسخن لكم المقله مليح باش ما تحرق لكمش برك. من بعد نقول لكم كيفاش ديروها. انا راني كملت حليتهم بشكل طولي، عجبني بزاف هذا الشكل. من بعد حطيتهم البنات كيف قلت لكم، بديت باول واحده ما خليتهمش اختمروا بصح غير ما كملت حليتهم بديت ديجا نطيب. ما خليتهمش حتى ضاعف الحجم تاعهم، راكم تشوفوا كيفاش راني نرفد فيهم. النار من بعد كيف قلت لكم كي نجي نطيب نزيد لها. انا طيبت غير على الكانون تاع الكويزينيير عادي، زدت لها للاخر ما نقصت لهاش خلا. كاينه حاجه واحده اخرى هنا نقولها لكم، لازم ما تخليوهش يخرج دوك الفقاعات يكبروا. اذا كبرت هذيك الفقاعه وهي مازال هي عجينه راه من بعد كي تقلبيها ما تتنفخش معاك. لازم غير تشوفي باللي بدا يعني يحكم الوجه قلبيه، تبقاي قلبيه منه ما يطولش معاك. من با 3 دقائق من با الخبزه 3 دقائق طيب معاك. لكن ما تحطيش الزوج في المقلاة خاصه اذا كانت صغيره، راهي رايحه تبردها لك وما تديرش وما تطلع لكش. هو السبب اللي نقول لكم عليه هنايا هو انها دير فقاعه كبيره. كي تقلبيها تطرطق هذيك الفقاعه صافي تطرطق لك الخبزه تاعك ما تتنفخش معاك. انا هنا عاونت بالشاليمو البنات باش نمدلها هذا اللون. تقدروا تبقاو تقلبوا فيها بركه حتى
وين تتلون. شوفوا البنات غير تبدا شتو ديك الفقاعة الصغيرة هذيك دارت نقلبها، ما تخليوهمش يكبروا أكثر من اللازم. راهي رايحة تفلق لكم. هذا هي النصيحة اللي نديها لكم. النار ثاني ما تنقصولهاش خلاص. كيف ما تزيدولهاش هذيك تولي تحرق، تعود طابونة كبيرة ولا كانون كبير. هذا الكانون تاعي راه موايا وشعلت له النار لأقصى درجة، وشوفوا لي كيفاش تتنفخ معانا. انا هنا برك البنات عاونتها بالشاليمو باش كيف قلت لكم نلونها، ندير هذا اللون مليح. شفتوا ما كانش اسهل منه، يعني وصفة ناجحة 1,000,000%. نتحدى اي واحدة تجربها ما تنجح لهاش، بصح لازم تتبع النصائح اللي مديتهم لها. انا من جهه واحده اخرى راني درت مقله بطاطا تتقلى مع قرون فلفل حار، الله الله عليه. تقدروا اكيد ترافقوه واش ما حبيتوا. لكن انا يا البنات بزاف راهم يطلبوا مني المرقاز على طريقتي. ان شاء الله انا شاركته معاكم، ان شاء الله يلقى تفاعل. طلعوا لي الفيديو غالياتي، علقوا حتى بنقطه هكا باش تطلعوا لي كيف قلت لكم الفيديو. شوفوا لي كيفاش فارغ لداخل كي القطن. وشوفوا لي ديك المرقه تاع المرقاز، ولا تقدروا تكسروا عليها البيض، تقدروا ديروها كيف ما حبيتوا. انا صراحه ما نكسرش عليها البيض، نقدمها بهذا الشكل غير مع لي فخيت. وراني حضرت اروع طبق، تقدروا اكيد تزيدوا السلطه.